الصمت التناسلي، وده بقى مشكلة كبيرة جدا، وللأسف بيسبب عدوى تناسلية كبيرة قوي. ويمكن الموضوع انتشر في الفترة الأخيرة الموضوع ده شوية. الفترة مؤخرا بقى انتشرت العادات السيئة، زي ان انا اروح اعمل مثلا سكين كير او تنظيف بشرة في مكان مش بعقم الادوات بتاعته، ان انا اروح لدكتور مثلا امراض نساء مش بعقم التولز بتاعته، ان انا اعمل في اماكن الليزر برضو ادوات مش معقمة، مش بستخدم السكين بروتكتور بتاعتي. كل ده مصدر عدوى طبعا، غير ان في سبب مشهور جدا وهو العلاقات الزوجية الغير شرعية. طيب بس الموضوع طبعا بقى سهل جدا وبقى حله بسيط. هو كان السبب قبل كل حاجة هو الاتش بي في فيروس، اللي بنسميه فيروس الورم الحليمي. تمام. طيب وقتها لو في حاجه طلعت زي القرنبيطه بنروح للدكتور، والدكتور بتشوف ايه البروتوكول المناسب. احنا طبعا في جلسات الليزر دلوقتي الموضوع بيبقى من جلسه واحده، والعلاج بقى سهل قوي. بنكتب برضو زي حاجات تقوي المناعه، لانه برضو من اسبابه نقص المناعه. لو في حد طبعا حس ان في زي زوايد جلديه شكلها مش طبيعي، او مش زي الزوايد الجلديه العاديه اللي ليها زي بدك او رقبه. ما بيوجعش يا دكتور؟ ملوش الم؟ لا ما بيوجعش. ملوش الم؟ يعني بالعكس ممكن نلاحظه بعد ما ينتشر خالص. تمام. بس المشكله عندنا اللي بتقابلنا هي المنطقه التناسليه زي ما حضرتك قلت، لان للاسف لو جال البنت او مدام متزوجه بيقلب معانا بحاجه خطر جدا، هو كانسر عنق الرحم. يعني لا قدر الله بيوصل لكانسر بالظبط، سواء في الرجاله او السيدات. يبقى احنا لازم نخلي بالنا جدا طبعا. جدا جدا من الادوات اللي بنستخدمها. تمام. ولازم لا اي حاجه من النوع ده ظهر. ودلوقتي متوفر الامصال من اول 9 سنين كمان يعني. ليه مصل موجود الحمد لله، متوفر في المصل واللقاح الجردازين. بس حضرتك متخصصه بقى في الحته. بالظبط، احنا في المركز عندنا نسبه النجاح بتوصل ل 100%. بنتابع مع الحاله مش اقل من 3 شهور، بنكتب مقويات المناعه من اول جلسه. الحمد لله مع تاني سيشن بنلاقي الفرق حلو قوي، والموضوع شبه صفحه واتقفلت يعني الحمد لله.